السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول إنكم وحشتوني كتير جدا 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 من الحلقة اللي فاتت، ويلا بينا يا أجمل وأحلى متابعين نشوف حلقتنا المرة دي بتحكي عن إيه. بس يا ريت قبل ما نشوف حلقتنا بتحكي عن إيه ما تنسوش تعملوا لايكات كتيرة وتشتركوا في القناة علشان بقى يوصل لكم أي حلقة جديدة بنزلها من عيش بين الكبرياء أو غيره. ويلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل مع آسيا وجسر وباقي أبطال روايتنا. يلا بينا. عدت أيام كتيرة جدا وهما على نفس الوضع أبطال روايتنا. آدم محتار جدا وكالعادة محتار يا ترى يقول لها ولا هيفضلوا كده كتير. وبرضه وردة كانت نفس الوضع، مش هقدر أقول أقل أو أكتر لأنهم هما الاتنين في نفس الوضع. إما بقى عن تالين فهي كانت محتارة برضه إن هي هتلبس التحجيبة ولا هتفضل كده تقرب من ربنا ولا تفضل زي ما هي. خايفة تاخد الخطوة بس خايفة ما تقربش من ربنا، إحساس صعب بالنسبة لها. إما بقى عن آسيا. آسيا بقت كل يوم رجعت لكوابيسها، كوابيسها اللي هي كانت بتحلم بيها زمان، بقت بتحلم بكوابيس كل يوم، كل يوم كوابيس هي بتحلمها. إما بقى عن ماريا فكانت طول الأيام بتفكر في محمد وكانت نفسها إن هي تخلص الفترة وترجع لفترة الأجازة بتاعة الكلية علشان تقابل محمد وتشوفه من البلكونة. إما بقى عن أسيل فكانت خايفة جدا وما كانش نفسها إن فترة الكلية دي أو أجازة الكلية ترجع لأنها هترجع لوحدتها، وخايفة جدا من اليوم إن هي تخلص فيه كليتها ومش هتشوف ولا أصحابها تاني ولا أي حد من صحابها وهترجع تاني لوحدتها. حازم ما بيعملش أي حاجة غير إن هو بيحاول إن هو يدور على آسيا، وطبعا شهوته بتزيد لمرضه. مرضه اللي هو دمر بيه حياة آسيا ولسه عاوز يكمل. هو دلوقتي لو في أي مشاعر من ناحية آسيا فهي اختفت لأنه عنده شوق كبير جدا من ناحية مرضه. وفي يوم من الأيام بعد ما خلصوا تدريب كانوا بيستريحوا شوية فلقيت أسيل إن باباها عاوز إن هو يخش، وحرفيا هو قالب الدنيا ومحدش عاوز يدخله. بدأت إن هي تبص لأصحابها وبدأت إن هي تمشي وآسيا وماريا كانوا معاها. بدأت إن هي تقف وهي بتقول لباباها في إيه يا بابي، عاوز حاجة؟ بصي، انا عازمك على الحفلة ولازم تجيها النهاردة الساعة 12، تمام؟ وبدأ ان هو يديها الكارنيه بتاع الحفلة وبدأ ان هو يسيبها ويمشي. ان هي بصت للكارنيه وابتسمت وبعد كده بدأت ان هي تتنطط بفرحة وراحت حضنت صحابها. في ايه مالك فرحانة كده ليه؟ فرحانة قوي ليه؟ بص تعالى اقول لكم. بدأت ان هي تشدهم وبدأ ان هما يتكلموا على جنب. انا فرحانة قوي، انا كل مرة بروح حفلات بس ببقى لوحدي ومش مبسوطة. المرة دي بقى انتوا هتيجوا معايا. نعم، هنيجي معاكي ازاي ده؟ بدأت اسيا ان هي تتكلم. لا طبعا، احنا نيجي معاكي ازاي؟ لا ما ينفعش، دي حفلة خصوصا ليكي، وبعدين اصلا انت ازاي هتطلعي؟ مش عايزين يطلعوكي ولا هينفع انهم يطلعوكي. بدأت ماريا ان هي تبتسم بشر وهي بتقول لا لا سيبوا الموضوع ده عليا خالص. بدأوا كلهم ان هم يبصلها، يعني هي راحت قالت خلاص بقى لما يجي وقتها. وجعلا فعلا جه الساعة 12 وبدأوا إن هما يجهزوا كل حاجة وبدأوا إن هما يمشوا. هنا أسلين راحت قالت بقول لكم إيه بقى؟ إحنا عايزين أي فساتين نلبسها عشان خاطر الحفلة وكده. وهنجيب بقى منين فلوس؟ أنا عن نفسي سوري يعني
مفلسة معيش ولا جنيه. بابي سايبني فلوس، كان مديني في الورقة دي فلوس كتير جدا. هنجيب فساتين لينا كلنا. لا طبعا، سوري بس انا مش هقبل بحاجة زي دي. اه ولا انا برضو هقبل. يلا بقى خلاص، انا عازمكوا على الحفلة، ويلا يلا بقى. بدأت إن هي تبص لهم بترجي وهما استسلموا ليها، وفعلا جابت لهم فساتين، فساتين سواري، وكانت حرفيا أجمل فساتين. بدأوا إن هما يقفوا جنب بعض وهما بيبصوا بعد ما أخيرا نقوا فستان محدد ليهم، وكانوا باصين لبعض وهما بيبتسموا وكانوا فرحانين جدا. أسيل كانت فرحانة أكتر واحدة فيهم فرحانة، ده غير طبعا آسيا اللي فرحانة إن هي أول مرة هتروح حفلة من غير ما تكون شايلة هم إيه اللي هيحصل بعد الحفلة.